النهارده هنتكلم عن موضوع بيهم كل مصري، المية والسد الأثيوبي والمشروع العملاق اللي مصر بتنفذه في الصحراء الغربية، النهر الصناعي الجديد أو الدلتا الجديدة. ناس كتير بتسأل هل السد ده كله ضرر؟ وإيه حكاية النهر الصناعي ده؟ وهل فعلا الدلتا الجديدة هتغير شكل الزراعة في مصر؟ كل ده هنعرفه بالأرقام في حلقة النهارده. لايك وسبسكرايب يا غالي وانزل بالانترو. زي ما احنا عارفين السد الاثيوبي بقاله سنين شغل العالم كله وخصوصا مصر والسودان، وخصوصا انه اتبنى من غير اتفاق واضح يضمن حقوقنا التاريخيه في ميه النيل. مصر اصلا بتعتمد على النيل في اكتر من 97% من احتياجاتها المائيه، يعني اي تغير في تدفق الميه ممكن ياثر على الزراعه والصناعه والحياه كلها. عشان كده مصر اتحركت بخطه قويه على محورين: محور دبلوماسي وهو المفاوضات والضغط الدولي عشان اثيوبيا تلتزم بعدم الاضرار بحقوق مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيقولها صراحه: محدش هيقدر يمس مية مصر. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه أثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي. الحضور الكريم، إن مستقبل الأمن المائي مرهون بالتعاون الدولي الفعال القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. اما بقى المحور التاني فهو حلقة النهارده: مشروعات مائية عملاقة زي النهر الصناعي الجديد اللي هدفه يضمن استدامة المية والزراعة حتى لو حصل اي تقليل لحصة مصر في المية. النهر الصناعي الجديد هو فكرة جبارة بتنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشروع بيربط بين محطات معالجة المياه في الدلتا وبين مناطق الاستصلاح الزراعي في الصحراء الغربية. يعني ببساطة الدولة بتخلق نهر جديد بايديها بيمد الصحراء بمية صالحة للزراعة. الصحراء الغربية اللي عمرها ما شافت مية خلقنا فيها نهر. المشروع ده هيخلي ملايين الأفدنة الجديدة تدخل الإنتاج، زي مشروع الدلتا الجديدة اللي يعتبر أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر الحديث، وبيمتد على مساحة أكتر من 2 مليون و200 ألف فدان. أنت متخيل؟ كل ده في صحراء عمرها ما شافت مية. الدلتا الجديدة مش مجرد أرض زراعية، ده مشروع قومي حقيقي، وهننتج محاصيل تكفي نسبة ضخمة من استهلاك المصريين. الدراسات بتقول إن المشروع ده ممكن يغطي لحد 25% من احتياجات المصريين من الأكل، وهنزرع قمح وشعير وذرة بدل ما كنا بنستوردهم من بره، وهنزرع محاصيل نصدرها لاوروبا والعالم كله زي الفواكه والزيتون والبطاطس، وكمان هنزرع محاصيل استراتيجية بتقلل الاستيراد. وده مش بس هيكفي السوق المحلي، لا كمان مصر هتبدا تصدر منتجاتها الزراعيه الحديثه للعالم كله وخصوصا اوروبا والخليج. لا يعني بدل ما كنا خايفين من السد الاثيوبي ان هو يقلل الميه عندنا، بقينا نحول الازمه لفرصه استثمار وانتاج. شكرا يا اثيوبيا. مع النهر الصناعي في مشروعات ضخمه شغاله على الارض زي محطات المعالجه العملاقه زي محطه بحر البقر اللي تعتبر الأكبر في العالم بطاقة أكبر من 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وقنوات جديدة ومحطات رفع لتوصيل المياه للمناطق البعيدة، ومشروعات الطاقة الشمسية عشان توفر كهرباء للمحطات دي. والنتيجة بقى إن مصر بتأمن مصادر المياه بتاعتها، بتفتح مجالات شغل لآلاف الشباب في الزراعة والصناعة. الموضوع مش مشروع وخلاص، ده اتجاه استراتيجي. مصر بتتحول من دولة بتعتمد على نهر واحد لدولة عندها منظومة كاملة لإدارة المياه بتعالج وتعيد استخدامها بكفاءة، وده اللي بيخليها واحدة من أكتر الدول العربية استعدادا للتغير المناخي. اللي بيحصل النهارده في الصحراء الغربية والدلتا الجديدة مش صدفة، ده رد مصري عملي على أي تحدي جاي من بره. وطبعا هنا اللي ظهر أثيوبيا، لكن السد معمول بتمويل من أمريكا وإسرائيل كورقة ضغط على مصر. بدل ما نستنى الفيضان يجيلنا ويغرقنا، احنا بنصنع الحل في ايدينا وبنستغله صح، وبنطلع احنا اللي كسبانين في الاخر. مشروع النهر الصناعي مش بس نهر جديد، ده رمز لقدرة مصر قدام العالم كله انها تحول التحدي لانجاز. وشفنا كلنا اليومين اللي فاتوا لما الفيضان جه، السودان ربنا يكون في عونهم، يعني في اجزاء منها غرقت ومصر ولا فيها اي حاجه حصلت، بل بالعكس الميه جت على السد العالي وولدنا كمان كهرباء، فبقى عندنا ميه كتير وكهرباء كتير. احنا ما بنتكلمش كتير، بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. احنا ما بنهددش حد، لو سمحتوا. ما احنا عمرنا ما هددنا، ودايما حوارنا رشيد جدا و يعني صبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، والا هيبقى في حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها احد، لا يتخيلها احد، ومحدش يتصور انه يقدر يبقى بعيد عن قدرتنا. فما تسمعوش للخرفان اللي بره اللي بيتكلموا على مصر، واهم حاجه ربنا يخلي لنا السيسي ويحفظه. وحط لايك وسبسكرايب يا غالي، واستنوني في الحلقه الجايه من توني اند جيوغرافي. سلام.